أنا اسمي نهال. أمي اتطلقت من أبويا من وإحنا صغيرين. بابا خدنا نعيش معاه، وأنا كنت دايما بلوم ماما إنها سابتنا وتخلت عننا، رغم إن هي كانت دايما تحاول تبرر إن هي مظلومة. لكن أنا عمري ما سامحتها. كبرت واتجوزت وحرمتها من إنها تحضر حتى فرحي، وكل ما تحاول تكلمني أصدها. بعد 5 سنين اتطلقت، كان عندي بنتين، ولضيق الرزق ما قدرتش أصرف عليهم، فرفعت قضية نفقة ما كانتش بتكفي مصاريفهم. ولما وصلت ناس يقولوا لأبوهم يزود الفلوس اللي بتكفلهم، اشترط عليا إني ياخدهم يعيشوا معاه. في الأول رفضت، وبعد شوية حسيت إنه من مصلحتهم إنهم يعيشوا مع حد يصرف عليهم كويس، فسبتهم. بعدها بفترة صعبة عدت عليا، واحدة من قرايبنا جابت لي عريس. هو مسافر برا. اتجوزت وسافرت معاه، وقعدت تقريبا 20 سنة برا، معرفش أي حاجة عن بناتي. أما رجعت سألت عليهم، حاولت أشوفهم، رفضوا يشوفوني، وقالوا للناس اللي كلموهم مش هي اللي سابتنا ومشيت. حسيت إن التاريخ بيعيد نفسه، وإن ده ذنب أمي اللي حتى مدتهاش فرصة تدافع عن نفسها، وحكمت الحكم ونفذته. أتصرف إزاي؟ هل أحاول تاني مع بناتي ولا مفيش فايدة؟ حكايتك طبعا حكاية مؤثرة جدا، بس انتي مش ملاحظة انك عملتي أسوأ وأقصى بكتير جدا من اللي والدتك عملته. انتي 20 سنة ما سألتيش عليهم. انتي والدتك حاولت كتير قوي تبررلك هي عملت كده ليه، وضيق ذات اليد خلاها تعمل ده، وانتي ما سمعتيش. ولما جت نفس الظروف عملتي كده، وحسيتي انك ظلمتي أمك. بس عملتي أكتر من كده بقى كمان، انتي بعتي بناتك خالص. انتي قعدتي 20 سنة بره. هنا بقى مش هقولك ما تعلمتيش من أخطاء والدتك، لأن أنا أصلا عذرة والدتك زي ما أنا عذراكي. بس أنا ما عنديش مبرر إنك مع إنك جربتي الحرمان من أمك، إنك تحرمي بناتك منك 20 سنة. مش هقدر أقولك غير استمري في محاولاتك معاهم. مهما ما سمعوش حاولي تكلميهم، يمكن يجي في يوم ويحنوا عليكي. مش هقدر أقولك إن ده ذنب أمك، لأن أنا مقتنعة إن ربنا أحن من كده بكتير. إنما الذنب اللي انت فيه هو ذنبك انت، فانت محتاجة للأسف تدفعي ثمنه شوية.